طيب، طبعا الكلام اللي تكلمته ما له داعي. انا لو اهرب ما اجيتك، انا اجيتك بنفسي، فهذا كلامك ما له داعي. خلاص قلت لكم ما عندك صوت، ما عندك صوت ما عندك. عندي صوت، سامعيني انا يا اخوانا؟ الان جيد. سامعني الشباب؟ تسمعني؟ انا كويس. يا الله. طيب اقول هذا الكلام اللي تكلمته انت ما له داعي تتكلمه، لان انا اللي جيتك، وهذا الكلام التهريج ارجوك، يعني انا احب الاحترام. يا اخي ما سمعه. ثواني عشان الصوت، هم عندهم اشوف الصوت بس. سامعيني كويس انا يا اخوانا؟ من نتكلم انا وياك صوتك يروح. لما تتكلم انت ويا صوته وروح. يعني الان صوتك موجود، بس لما اتكلم اني انت يروح صوتك. طيب ثواني. يا الله. ما ادري، واقف النت عنده لو عندي. طيب صوت كده كويس ان شاء الله. ايه الان احسن بهواي. جيد، الان افضل. الصوت اسمعني جيد؟ الصوت كده كويس. اسمع كده كويس. طيب، طبعا بداية أنا كنت الآن عند الأخ، بس أبين عند الأخ وليد إسماعيل طارح إلزام للشيعة أنه كيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمدة 23 عام لم يفضح المنافقين أبي بكر، لم يفضح أبا بكر وعمر وعثمان. هذا كان سؤالك صح؟ لماذا لم يخبر النبي أو أخفى عنا النبي صلى الله عليه وسلم نبات أبي بكر وعمر وعثمان طيلة حياته؟ طيب، بس إذا تحب الجولة حتى ما حد يقاطع، أو كل من وقته أيضا ما تقاطعني. شنو لا حضرتك أنا ده سؤالي وحضرتك خد إجابة، لو في أي حاجة أنا أعترض عليك عادي، ما فيش مشكلة، النقاش ما بيني وبينك. أحسنتم. أخواني الأعزاء، سؤال الأخ يقول: لماذا لم يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم طيلة 23 سنة أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا من المنافقين؟ طبعا الجواب سأجيبه ومن كتبه. هذه رواية إخواني، تعالوا إلى صحيح مسلم في كتاب صفات المنافقين. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا أسود بن عامر حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة عن أبي نضرة عن قيس قال: قلت لعمار: أرأيتم صنيعكم هذا الذي صنعتم في أمر علي؟ أرأيا رأيتموه أو شيئا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال: ما عهد إلينا رسول الله شيئا لم يعهد إلى الناس كافة، ولكن حذيفة أخبرني هكذا أصح عن النبي صلى الله عليه وآله قال: في أصحابي 12 منافقا فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، 8 منهم تكفيكهم الدبيلة و4 لم أحفظ، إلى آخر الرواية. الآن لذات السبب الذي ذكره مسلم في صحيحه، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبين أن أبا بكر وعمر وعثمان من المنافقين، كما أنه أخفى 18 منافقا ولم يصرح بهم، أيضا أخفى أبا بكر وعمر وعثمان. أكثر من ذلك إخواني تعالوا. لا كيف تعامل النبي؟ الرواية الأولى. أنت قلت لي كمل. الرواية الأولى. أنت قلت لي كمل. شوف بداية المقاطعة. ابدأ الجولات. لا ما أقبل. ابدأ الجولات. الرواية الأولى. أبدا لو تبدأ الجولات لا أكمل. أبد. قلت لك نقاش بيني وبينك. أي طيب لا تقاطعني. أكمل وناقشني. انت حضرتك ذكرت روايه اناقشك في الروايه اللي ذكرتها وبعدين ندخل في روايه ثانيه. طيب اكمل، بعد عندي كلام اكمل. حضرتك انت ذكرت الروايه فانا هناقشك في الروايه الاولى. اخي العزيز شوف، انا ما مجبر عليك. تقبل نظام الجولات لو تنطيني وقتي اكمل، كيفك تريد تنزل الله معك. حضرتك انا قلت لك ان هيحصل نقاش بيني وبينك، انت حضرتك ذكرت طيب نقاش لما اكمل كلامي. كيف هناقش روايه
دلوقتي انت حضرتك هتذكر روايه تانية ولا هي نفس الروايه؟ لا سأتكلم عن موقف النبي تجاه المخالفين، تجاه المنافقين، لماذا لم يفضحهم؟ يعني من نفس فضاء الكلام. حضرتك انت ذكرت روايه الان، تمام، وذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفه بن اليمان 12 منافقا او اسماء 12 منافقا، تمام. انا سؤالي كان واضح وصريح. لم يقل اسماء. النبي قال ان في اصحابي 12 منافقا. حلو. النبي صلى الله عليه وسلم قال في اصحابي 12 منافقا. هنخصم 12 منافق من 120,000، يعني عندنا دلوقتي 120,000 الا 12. طيب فلماذا ادخلت ابي بكر وعمر وعثمان في ال 12 ولم تدخلهم في ال 120,000 صحابي؟ فممكن واحد يجي يقول لك والله سؤال وجيه، والله سؤال وجيه. لا اكمل كلامي لو سمحت. اكمل كلامي. لو جه واحد دلوقتي قال لنا ابا ذر من ال 12 وقال لنا عمار من ال 12 وقال لنا المقداد، لو سمحت، لا حول ولا قوه الا بالله. اضيف علي لان لازم اضيف علي. لو سمحت الان لو جه واحد قال لنا ابا ذر الغفاري من ال 12 والمقداد من ال 12 وسلمان من ال 12، هنقول له لا والله مش هينفع يكونوا من ال 12 لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم كذا وكذا. فانا برضو بنفس الطريقه. فلذلك انا ما بتكلم كلام عاما، انت الان تتكلم كلام عام ومع ذلك حضرتك ورطت نفسك في الكلام العام. بفضل الله نقول الله اكبر. انت قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 12 منافق من 120,000 صحابي، يعني لو استثنينا ال 12 منافق هنلاقي 120 الا 12. انا سؤالي عن ابي بكر بالاسم وعثمان بالاسم وعمر بالاسم. خلاص؟ بس اتفضل. يلا انطيني مجال. اخواني يقول لماذا انت يعني حين هنالك 112,000 او 120,000 صحابي، كيف أدخلتم أبا بكر وعمر وعثمان؟ أقول له بنفس السؤال، 120,000 صحابي، كيف أخرجت أبا بكر وعمر وعثمان؟ إذن الاحتمال قائم. بما أن الاحتمال قائم فأبو بكر وعمر وعثمان لابد أن يكونوا أيضا وين؟ في المنافقين بسبب أفعالهم. الآن أفعالهم طبعا التي تدل على نفاقهم. الآن أمام الجميع، هل فضح النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن أبي سلول؟ هل فضحه؟ عندكم النبي لم يفضحه، وصلى عليه وكفنه بقميصه ونزل إلى قبره وضعه على رجله. هذا تعامل النبي مع من معروف عند المسلمين بأنه منافق بن سلول، وهو الذي كان يقول لرسول الله لقد آذيتنا بنتن حمارك، وهو الذي جزاكم الله خير اخواني بدون أرجوكم، وهو الذي كان يذكر في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يذكر حتى تقاتل المسلمون بالجريد والنعال فنزل قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين. هذا الرجل لم يفضحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف يفضح الذين لم يفعلوا ما فعل ابن أبي سلول؟ فإذن هذا مردود عليك، هذا مردود عليك. لماذا؟ أجاوبك على السؤال ده. لا مو سؤال، هذا رد على إشكالك، مو سؤال. أجاوبك على الإشكال. أنت تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفضح عبد الله بن أبي بن سلول. إذا من أين أنت أتيت أن عبد الله بن أبي سلول منافقا؟ الأولى. ثانيا يلا أجاوبك. لا تسأل مثلك. لسه ماكو ثانية. لسه فيها نقطة فيها في عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول مثل ما أنت تسأل نقطة وما تقبل تغادر. حضرتك انا عبد الله بن أبي سلول. يا استاذ ما تكتبني، ما تهرب. طيب اسمع جوابي. لا تكثر النقطة. انت سألتني الآن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفضح عبد الله بن أبي بن سلول؟ تمام. اولا الله عز وجل عندما قال ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره، دي نازله في من؟ يلا انطيني من الآية اسمه. يلا نازله في من؟ اعطيني اسمه من الآية. انطيني اسمه من الآية. كل مفسري الشيعة وكل مفسر السنة قالوا أنها نازلة في عبد الله بن أبي بن سلول.
جزاكم الله خير على قولتك. الله أكبر كبروا أيها الشيعة. عندهم أن الله قد أنزل قرآنا في شخص يعرفونه منافق، مع ذلك ماذا يقولون إخواني؟ تعالوا إلى صحيح مسلم، يقول أتى النبي صلى الله عليه كمل. ما جاوبتني راح تكتمني ما جاوبتني. نازلة في من؟ إخواني يقول أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عندي قبر عبد الله بن أبي فأخرجه من قبره إخواني، فوضعه على ركبتيه. النبي وضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه. فالله أعلم إلى آخر الرواية. الآن هو يقول أن ابن أبي معروف ولا تقوم على قبره، مع ذلك النبي أتى إلى قبره وسلم عليه وألبسه قميصه ونفث من ريقه. الآن أفتح لك الكتب يلا. بص يا أخوانا كتمني إزاي بص ما تخليني أتكلم، ما تكتمني، خليني أتكلم، خليني أتكلم، ما تكتمني، ما تبقاش جبان دي والله ولي يلا ما تبقاش جبان. بص هرب الجمال. انت اهرب منك. شوف صير مؤدب وليد، صير مؤدب وليد صير مؤدب. ما اهرب منك، ما اهرب منك، صير مؤدب. شوف صير مؤدب، صير مؤدب واكمل وياك. لا تصير هيك الطفل، عيب. انت لحيتك بيضة، انت لحيتك بيضة، سيبك تمشي. انت لحيتك بيضة، عيب. الآن يا اخوانا هو يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمع الآية صلى على عبد الله بن أبي بن سلول. أنا قلت أنت قلت الآن كيف؟ ليش تكذب؟ أنت الآن قلت كيف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على منافقا. أنت قلت هذه نازلة في أنا سألتك سؤال، هي نازلة في من؟ هدي أنا سألتك سؤال، هي نازلة في من؟ نازلة في من؟ الآية نازلة في من؟ أنت سألتني سؤال. هدي شبيك، أنت سألتني سؤال وقلت لي النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين نفاق عبد الله بن أبي بن سلول. أنا رديت عليك قلت لك من أين إذن علمت أنه منافقا؟ ودي الخبطة الأولى. الخبطة الثانية الآن هدي ترى أنزلك، هدي لو أنزلك يا عم. خلينا نتعاون. اسمع هدي والله تبقى هربان. طيب هدي اسمع. سألته سؤال واحد يا اخوان، قلت له في ميم نزلت ولا تصلي على احد منهم. كتمني تاني، قال الكل يعرف بأن ولا تقم على قبره ولا تصلي على احد مات منهم ابدا. يقول فنزلت في ابن ابي. طيب ومع ذلك يقول نحن نعترف طبعا لم يذكر أن القرآن لأنه أنت ما تحترم. لو تحترم أعطيك مجال، أنت ما تحترم. أنا مسوي لك كتم لأنك كتمني تاني حتى براحتك. كتمني تاني. شفت أخوانا كتمني تاني إزاي؟ قلت له من باب الإلزام كيف تعترفون بأن هذا المنافق هو ابن أبي، ومع ذلك عندكم مو عندنا. بص خوفه عندكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعالى إلى رواية أخرى ماذا قال؟ والله جبان، والله جبان. صحيح البخاري رقم 1366 لما مات عبد الله ابن أبي سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وآله من عندي ليصلي عليه. والله دواك الكتم أنت. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وآله وثبت إليه. من المتكلم إخواني؟ عمر. فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ أعدد عليه قوله. فتبسم رسول الله صلى الله عليه. شفت لما كتبتك شلون صرت حبة؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وقال أخر عني. وخر يا عمر، أخر عني. فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني أن زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم انصرف، فلم يمكث يسيرا حتى نزلت الآية. أنت بالعكس تقول أن الآية نزلت فيه والكل يعرف أنه منافق ثم صلى عليه. لا تقلب الكلام، أنت اللي استخدمت العكس مو أنا. عندكم في الرواية النبي صلى عليه ثم نزلت الآية. أما أنت ماذا تقول؟ تقول لا المسلمون كانوا يعرفون بأن ابن سلول منافق وصلى عليه رسول الله. لا راح اسمع راح افتح الكتم. إذا بقيت أيضا تصارخ وتريد تخرب الحوار أنا ما عندي شيء أقول لك في أمان الله، وأنا ما أهرب منك، لأن لو أهرب منك ما أجيك لبثك. الآن بكل احترام راح أسمعك وأسوي كتم حتى تأخذ وقتك. تفضل يلا. بص يا أخوانا كتمني عشان يهرب، عشان يقول اللي هو عايزه، لكن أنا برضه هستمر في الحوار. أنا ما عملت شيء. هو قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن أبي بن سلول، والنبي صلى الله عليه وسلم
لم يتكلم في عبد الله بن أبي بن سلول، واديني دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عبد الله بن أبي بن سلول أنه منافقا. فأنا أعطيته أول بوم وقلت له إذا من أين علمنا أن عبد الله بن أبي بن سلول منافقا؟ سكت وكتمني. الثانية، هو قال لما أنا قلت له في من نزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، في من نزلت؟ قال لي في من نزلت. قلت له سنة وشيعة قالوا أن في عبد الله بن أبي بن سلول. فقام جاي كاتمني، قام جاي رايح للناس اللي موجودين عنده، قام قال كلاما مختلفا غير اللي أنا قلته. هو بيقول إن أنا قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية نزلت أولا. أنا ما قلت هذا الكلام، والبث موجود عندي وعنده. أنا ما قلت هذا الكلام. أنا سألت سؤال واحد وقلت له النبي صلى الله عليه الآية الكريمة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا نزلت في من؟ هو ده اللي أنا قلته. فلما راح عند أصدقائه الشيعة يكلمهم هم بس، تمام، فبيقول لهم إزاي والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه؟ فقلت لهم ما هل هي نزلت أولا أم الصلاة نزلت أولا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن أبي بن سلول أولا وبعد كده نزلت الآية، ولا الآية جاءت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول؟ فراح قال كلام تاني خالص. عشان تعرفوا يا إخوانا إن هم ليسوا أصحاب نقاش، ليسوا أصحاب نقاش. فأنا هسأله سؤال دلوقتي، الآية الكريمة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا نزلت في القرآن الكريم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أن القرآن الكريم حدثنا عن من؟ عن عبد الله بن أبي بن سلول أنه منافقا. لذلك علمنا كلنا أن عبد الله بن أبي بن سلول منافقا، وإلا من أين أنت علمت أن عبد الله بن أبي بن سلول منافقا؟ سؤالي ليك، من أين علمت أن عبد الله بن أبي بن سلول منافقا؟ أظن السؤال واضح وصريح. اتفضل جاوبه. سوي لي كتم مثل ما سويت لك كتم، يلا لما قاطعتك، بكل أدب وبكل احترام. حتى اتفضل، أنا مش هتكلم. اتفضل سوي لك، لا سوي لي كتم لو سمحت. اتفضل مش هتكلم. لا راح أكتمك، إذا ما تكتم أنا أكتمك. يلا اتفضل. مش هتكلم. اتفضل. أخواني الأعزاء، هو ماذا قال؟ قال الآية نزلت في من؟ طبعا الكل يعرف أنها في ابن سلول، ولكن متى نزلت؟ نزلت بعد أن صلى النبي عندهم عليه وكفنه وفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخواني أسألكم بالله، سؤال المحور هل حول ابن سلول؟ لو السؤال كيف لم يتعامل النبي مع أبي بكر وعمر وعثمان على أنهم منافقون؟ طارت الطيور. على كل حال الأف 16 طارت فوق وليد إسماعيل. على كل حال فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو السؤال هو لماذا لم يتعامل معهم على أنهم منافقون؟ أقول هم مخفيون. لا الذي هو شفتوا. يلا ده مش سؤالي، كتمتك. مش سؤالي، مش سؤالي، مش سؤالي، والله ما سؤالي. النبي سؤالي لماذا أخفى النبي صلى الله عليه وسلم نفاق أبي بكر وعمر وعثمان؟ لماذا أخفى؟ بكل أدب لم ما غير السؤال، غير السؤال، غير السؤال، وقتي ما قطعت. واضح؟ الآن أنا بدأت أتكلم قاطعا. هو السؤال طيلة 23 سنة لماذا لم يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر وعمر وعثمان على أنهم منافقون؟ فجوابي عليه النبي لم يبين غيرهم، الذي هو ابن سلول والذي هو معروف ونزلت فيه آية وقال لا تقم على قبره، والرجال عمر بن الخطاب جذبه من ثوبه ونبهه. كل هذا النبي عندهم لم يتعامل مع ابن سلول على أنه منافق، ولم يظهره للعلن على أنه كمنافق، عامله كما يعامل المسلمين من الصلاة عليه ومن عدم التفريق بينه وبين زوجته ومن كل الأمور. فمن باب أولى أن يعامل أبا بكر وعمر وعثمان. طبعا أنت تضطرني للكتب، أنا ما أريد أكتبك، بس إحنا اتفقنا وقت الوقت عندك شيء رد عليه بوقتك. فهذا هو الجواب على سؤاله. أعيد وحتى أعطي المجال، طبعا هو تكلم أكثر بس يعني البلاغة هي الإفادة مع الاختصار. أقول يا أخواني النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعامل مع شخص معروف بالنفاق على أنه مسلم، فكيف لا يتعامل مع أبي بكر وعمر وعثمان على أنهم منافقون ولو كانت 23 سنة؟ ابن سلول لحد ما مات النبي عامله على أنه مسلم. شفت أنا هسه رح أكتم وما قاطعك وأنت رح ترجع تقاطعني. يلا تفضل يا أخوانا. شفتوا الكذب؟ الراجل بيكذب كذب صريح عشان يهرب من السؤال. هل أنا سألت
النبي كيف طيب بس تعامل مع المنافق. أنا ده لحظة، سؤال. أنا أسأت الأدب معك. لا بس سؤال، أسأت لو الأدب سمحت معك. اكتب لا أسأت الأدب معك. أنت بس جاوبني، أسأت الأدب معك، قلت عنك كذاب. اكتب أنت ليش أدبسز؟ ليش تغلط؟ يلا امشي ولي. امشي يلا. اكتب. بص بيهرب اهو. هيهرب. ايه هرب منك. يلا ولي. هيهرب والله هيهرب. عمار بيهرب. عمار بيهرب. الله اكبر. عمار بيهرب. بيهرب. ما اهرب عمار بيهرب. بس تصير مؤدب. عمار بيهرب. صحيح انت عندك في صحيح مسلم النبي يسب الناس. بس انت صير مؤدب واعطيك مجال. صير مؤدب. قول اصير مؤدب. قول حصير مؤدب. يقول حصير مؤدب. يقول حصير مؤدب. بيهرب والله والله. يقول حصير مؤدب. والله بيهرب. وليد اكتب. اي بعد لا تصير ادب سزعيق، تصير مؤدب. تفضل يلا. تفضل. اكتب. اولا عمار كذب وغير السؤال. عمار كذب وغير السؤال. سؤالي هو لماذا اخفى؟ قلت لك لا تصير ادب سز. لا تصير ادب سز. انت كذبت وغيرت السؤال. عيب يا اخي، عيب. تصير مؤدب وغيرت السؤال. اي يصير تريد انزل. انت قاعد تسيء حتى انزل. اي تصير قول دلس، تقول كذب. يلا تفضل. عمار دلس في السؤال. سؤالي هو لماذا أخفى النبي صلى الله عليه وسلم طيلة 23 سنة نفاق أبي بكر وعمر؟ فالمفروض إن إحنا بنتكلم على إخفاء النفاق، إخفاء الكفر. فهو قام جايب مسألة عبد الله بن أبي بن سلول. قمت جاي واحدة بوم قلت له طيب من أين علمت يا عمار أن عبد الله بن أبي بن سلول منافقا؟ قاعد يلف ويدور ويقول لك النبي صلى عليه. أنا سؤالي واضح وصريح. من أين علمت؟ على فكرة الصوت عندك بيرد فبيغلوش عليا. أنا قلت له يا عمار من أين علمت بنفاق عبد الله بن أبي بن سلول؟ كلنا هنقول النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن. سهلة اهي، ما فيهاش بقى لف ودوران. النبي صلى عليه اصله لم يفرق. انا ما اتكلمت، انا بقول لماذا اخفى النبي صلى الله عليه وسلم نفاق ابي بكر وعمر وعثمان؟ يا اما ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم اخفاه او بينه كما بين عبد الله بن ابي بن سلول. لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى او اراد ان يصلي او صلى بالفعل على عبد الله بن ابي بن سلول، فالله عز وجل انزل ايات بينات تبين نفاق عبد الله بن ابي بن سلول. يبقى انا كده يا اخوانا جاوبته على الاسئله اللي هو طرحها، ولكن لم يجاوب على اي سؤال انا طرحته. قال 12 في صحابه النبي صلى الله عليه وسلم 12 منافقا. قلت له حلو والله اكبر، يعني عندنا 120,000 الا 12 ليسوا بمنافقين. هل النبي صلى الله عليه وسلم عين ابا بكر وعمر وعثمان في ال120 ولا في ال12؟ ليس عنده دليل انهم في ال12، بل اذا يبقوا في ال120. لو قال لك في ال12 نقول له اتفضل هات لنا اسماء ال12 عشان نعرف ان كان فيهم ولا لا. لما قلت له طيب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا اخفاهم؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين حال عبد الله بن ابي بن سلول، وهو اساسا الذي دخل علينا وقال عبد الله بن ابي بن سلول منافقا. وعندما سالته يا عمار من اين علمت ان عبد الله بن ابي بن سلول منافقا؟ ما رد علي، قال لك النبي صلى عليه. طب يا عم خلاص صلوا عليه، لكن من اين علمت ان عبد الله بن ابي بن سلول منافقا؟ وده السؤال اللي انا سالته له وبيهرب منه. انا سؤالي لماذا اخفى النبي صلى الله عليه وسلم نفاق ابي بكر وعمر وعثمان؟ السؤال الثالث، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ان السؤال الثالث هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان عثمان بن عفان منافقا وانه سيرتد؟ اذا كان الحال كذلك فلماذا زوجه ابنتيه؟ اتفضل. يلا لا تخليني اكتمك ارجوك، راح اخليك ما اكتمك حتى لا تقاطعني. انا ما قاطعتك، قلت مدلس قلت كذاب، خليتك براحتك، انت لا تقاطعني. واضح؟ حتى ما قلت لك اختصر. اخواني هو السؤال هكذا كان، النبي على طيلة 23 سنة لماذا لم يبين على أن أبا بكر وعمر وعثمان؟ أخفى مش بين. شفت؟ أخفى. يلا ما أخفى. يلا راح أكتمك. يلا أعيد السؤال وأكتمك بعد حتى لا تقول. يلا خل أكتمه حتى لا يشوش علينا.
إخواني سؤاله: لماذا أخفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفاق أبي بكر وعمر وعثمان لمدة 23 سنة؟ طيب، طبعا هذا السؤال أصلا خطأ. ليش؟ لأن عمر أصلا مو أسلم بال23 سنة. كم سنة طارت من الإسلام حتى أسلم عمر؟ هاي واحدة أول، ما أقدر أقول هاي كلمات البم والغيرها لأن عيب. هاي أول، شوف شلون يضحك. ثانيا إخواني، يقول لماذا النبي أخفى؟ طبعا أنا قلت لذات العلة أن النبي في صحيح مسلم قال: في أصحابي 12 منافقا فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. طيب لماذا أخفاهم النبي هنا؟ لنفس العلة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما أنهم لم يظهروا النفاق، واضح، فالنبي عاملهم على عندهم. أنا قاعد أقول له عندكم أكثر من ذلك من يظهر النفاق. النبي لم يقل هذا كافر وهذا لا نصلي عليه، عامله على أنه مسلم. شوف إخواني جواب الشيعي. سؤاله إخوة الأعزاء الثاني يقول: هل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم بنفاق عثمان؟ أقول له نعم. سيقول لي قبل أن يضيع الفرصة: فكيف زوجه النبي ابنتيه؟ هل يزوج النبي ابنتيه من المنافقين؟ تعالوا إخواني إلى هذا الذي قاله في شرح كتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية للراجحي عبد العزيز بن عبد الله الراجحي في الجزء 8 صفحة 20. يقول: قال المؤلف، طبعا يأتي بكلام ابن تيمية ويشرحه. قال المؤلف رحمه الله يذكر كلام ابن تيمية ثم يقول إخوان الشرح، يقول: يعني أن هذا الكلام أصل ينبغي معرفته، وهو أن المنافق تجري عليه أحكام الإسلام في الظاهر، وإذا أظهر النفاق قتل بعد لأنه صار كافرا، كما تجري على المسلم ظاهرا وباطنا، فالمؤمن ظاهرا وباطنا تجري عليه أحكام الإسلام، والمنافق الذي يظهر الإسلام تجري عليه أحكام الإسلام. فإذا لم نعلم حاله عاملناه كمسلم. وين؟ في الزواج والنكاح والصداق والصلاة عليه إذا مات، والميراث وإجابة دعوته وتغسيله ودفنه في مقابر المسلمين. إخواني، عثمان المنافق لأنه لم يظهر نفاقه النبي يجب عليه أن يعامله هذا التعامل. ثانيا، هو ما زوج عثمان، هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامله على أنه من عامة المسلمين. هذا لو طبعا أثبتنا أن للنبي بنات غير الزهراء هذا مبحث آخر. نقول لو هذه البنات من بنات النبي زوجه لمنافق، النبي عامله على أنه مسلم، لأن المنافق كما تقولون يعامل معاملة المنافق. الآن أنت تسألني وأنا أسألك سؤال، ممكن؟ لا ما أسألك، خلي بس أنت تسأل. يلا تفضل. لا، افتح بقى المايك. الآن أنت قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم، وبعدين تراجعت تاني وقلت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاملهم على ظاهر الإسلام. سؤالي بقى هنا البسيط جدا: من أين علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن عثمان منافقا وكان يعامله على ظاهر الإسلام؟ ما سمعتني؟ نعيد السؤال تاني. من أين علمت أنت أن النبي صلى الله عليه وسلم؟ سمعتك بس سويت بحلقك. شنو تفيت؟ إيه؟ لا ما تفيتش. لا سويت بمصمى الشفايفي. بعمل كده. من أين علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن عثمان بن عفان منافقا وكان يعامله على ظاهر الإسلام؟ طيب أنا جاوبك، سوي لي كتم. إخواني يسألوني اسمع البوم، اسمع الرد على البوم مالتك. بس نصيحة لله، أنت رجال كبير، عيب هاي مال البوم وجلدتك وسحلتك، هذه يسمى مراء الأدب. حتى وإن كان خصمك لا يجي، فأرجوك هاي مال البوم. الفيديوهات بتاعتك مين اللي بيختار؟ الفيديوهات بتاعتك مين اللي بيختار لها الأسماء؟ أكبر شوية، عمرك كبير. يلا بس جاوب على السؤال. فيقول لي طبعا وش قد يسأل، أنا ما أسأله، هذا قوة الشيعي إخواني، يسأل وأنا أجيب، يسأل وأنا أجيب. يسألني يقول: إذن النبي شنو سؤالك؟ عيده حتى يسمعونه. القوة فين؟ إذا كان أنت مش عارف السؤال. لا عارفه، بس بدك تعيده حتى خافض غيره. لا من أين علمت أنت أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بنفاق عثمان بن عفان وعامله على ظهر الإسلام؟
طيب إخواني، هل أنا بدارا قلت أو نفيت أن عثمان منافق؟ أنا أجبت، قال لي كيف إن كان منافقا يزوجه من بناته؟ قلت له هذا لا يشترط، فالمنافق اسمع لا تقطعني لو أكتمك. أكمل جوابي، يلا خلنا أكتمك أحسن. يلا هتدلس. فأنا قلت له عشان يدلس، هو بما أنه منافق فالنبي صلى الله عليه وسلم كتمك. أنت تتكلم عشان يدلس براحته. أكتمك كتمني عشان يدلس براحته. ما راح يطلع صوتك ما راح يطلع. كتمني عشان يدلس براحته. يسمعونك. ده وقتي أنا سألتك. أنا ما أعرف أقرأ الشيء. أنا اللي سألتك. أنا لغة الفرسان ما أعرفها. أنا اللي سألته. لغة الفرسان ما أعرفها. أشر كتمني عشان يدلس براحته. أشر ما أعرف. كتمني عشان يدلس براحته. شنو أنت شبيك؟ كتمني عشان والله ما عارف السؤال. مريض؟ والله أنت ما عارف إجابة السؤال. مش عارف إجابة السؤال. سؤالي هو ما أعرف أقرأ لغة الفرسان. من أين علم عمار الشويري أن النبي صلى الله عليه وسلم؟ على كل حال فأقول له هو بما أنه قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما أنه يعلم بأن عثمان منافق، أقول له بناء على قاعدتك فالنبي تعامل مع المنافقين بأن زوجهم وبأن غسلهم وبأن صلى عليهم لذلك راح أفتح الكتم من تحكي أكتمك. تفضل أخي يلا. سؤالي هو أولا أنت قلت أن النبي صلى الله، أنا قلت لك أولا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن عثمان بن عفان منافقا، قلت لي وأطيت لي بالكتاب أنه يجوز زواج المنافقين، ولكن لو ظهر النفاق إذن عليه حد القتل. أنت اللي قلت كده في الكتاب صح كده؟ النبي كان يعلم، إذا النبي يعلم أن هذا منافقا ليس بظاهر الإسلام ولكنه علم بباطنه، إذا كان وجب على النبي صلى الله عليه وسلم عدم تزويج عثمان بن عفان لأنه يعلم. فإن كان النبي لا يعلم فهنا جاز له أن يعامل الإنسان الذي أمامه على ظاهر الإسلام. فلذلك أنا ورطتك وقلت لك يعلم، قلت يعلم، وبعدين قرأت كلاما أنت لست بفاهم له. يعني سبحان الله، أنا إن كنت أعلم أن الإنسان الذي أمامي منافقا إذن هو خرج من حالة النفاق إلى حالة الكفر، فالمفروض أنا عامله على حال الكفر، وده اللي أنت قرأته. لكن للأسف الشديد أنت لا تكلمني أنا ولكن تكلم جمهورك. لذلك أنا بقى سألتك سؤال، والسؤال ده حاولت أنت ما تجاوبوش بأي طريقة، ألا وهو من أين علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بنفاق عثمان بن عفان لذلك عامله على الظاهر؟ من أين علمت؟ تفضل جاوب. راح أكتمك لأن أنت تتكلم حتى ما تشوش من البداية. إخواني، سؤال يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم بنفاق عثمان. إخواني، الأخ لا يفرق بين العلم وبين الإظهار. من يظهر نفاقه حده القتل، لا من يعلم نفاقه. بما أنه لم يظهر نفاقه فإذا لا يقتل. هذا ابن أبي والدليل. النبي كان يعلم بنفاق ابن سلول. النتل النبي كان يعلم بأن ابن سلول منافق، نعم. طيب لماذا لم يظهره؟ لماذا لم يعامله على أنه منافق؟ هو لذات الحكم. فالنبي يعلم العلم بالشيء، النبي يعلم المنافقين، والدليل أنه قال في أصحابي 12 منافقا، وبعضهم قد سماهم لحذيفة، قال إن فلان وفلان 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 منافق. هنا أمام الجميع يقول يعلم النبي بأنه منافق، فلماذا لم يعامله على حد القتل؟ أقول له اقرأ العبارة جيدا. العبارة تقول أظهر نفاقه. أظهر شنو يعني؟ انتقل من مرحلة، لأن المنافق هو من يبطن الكفر ويظهر الإسلام، فإذا أظهره صار كافرا، والكافر حده القتل. هاي جاوبناك عنها. بعد شو تريد؟ يلا اسأل راح أكتم. يلا يا جماعة الخير، دايما يحور سؤالي ويجاوب على سؤال تاني خالص. دلوقتي النبي أنا دلوقتي راجل عادي، فأعامل الإنسان اللي قدامي كمسلم عادي، لكن أنا لو علمت أنه منافقا يبقى لازم أتخذ معه موقفا حلو قوي، أو أبين للناس أن هذا موقفه، لكني لا أستطيع أن أتعامل معه، ولكن أبين للناس موقفه. طيب الآن عثمان بن عفان إما أن يكون فعل أفعال تدل على نفاق عثمان بن عفان فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن لا يكون فعل أفعالا فلم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني عثمان إما أن يكون أظهر أفعالا دلت على نفاق عثمان بن عفان وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف علمها النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه؟ إما أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم وعامله على الظاهر فزوجه، فكيف النبي يعلم أنه منافقا ومع ذلك زوجه؟ الشيخ عمار الشويري قام بانتهاك مش عارف ايه. جاني انتهاك للبث. إيه، اجاوب اخر جواب حتى لا يحضر البث. لا واحده بس سؤالي بس لا جوابي اسمع لا سؤالي بس اللي عاوزه لك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل بين موقفه من ابن سلول؟ النبي كان يعلم بابن سلول منافق، ومع ذلك لم يبين موقفه من ابن سلول وعامله على الظاهر. أجبناك عن كل أسئلتك وما سألناك عن شيء وجاءني انتهاك، وراح تنزل هذه إن شاء الله في اليوتيوب قبل لك. كتمني بص، كتمني يا أخوان، كتمني يلا باي باي. كتمني وهرب. يلا منين نطلع؟ والله ما جاني انتهاك، راح ينحضر الحساب الرئيسي. كتمني وبيهرب اهو، ما ادري ايش تقول. ادي عمار الشويلي يا اخوانا، كتمني وهرب اهو، بيهرب اهو، لانه ما يستطيع انه يجيب. اما ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم بنفاق عثمان بن عفان، اذا كان علم كيف يزوجه، وان لم يكن يعلم فمن اين عمار الشويلي علم بنفاق عثمان بن عفان والنبي لم يعلم؟ سبحان الله. شوفوا الخزي يا اخوانا، عشان الناس تسمع كلها هروب. شوفوا سبحان الله، شوفوا يا اخوانا، هربان اهو بيهرب، لان ما عنده اجابه على السؤال. لك انتهاك على الحساب، ما عنده انتهاك. حضر حضر مو انت قلت انتهاك. كيف اجاوب؟ ما تحضرش لسه، ما تحضرش. شفتوا هرب يا اخوان. عمار الشويري حط رجله، هو ده عمار الشويري. والله قمة الرعب يا اخوان، قمة الرعب. سؤال فاضح، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علم بنفاق عثمان بن عفان فكيف يزوجه؟ إن لم يكن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا من أين علمت يا عمار بن ياسر أن عثمان بن عفان من ضمن المنافقين؟ الله المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده كبرهم. الله المستعان. الله إن شاء الله خير. الحمد لله رب العالمين.